فيها يعني مش عارف عاوزة تعمل بص، حاجة. بتعض لعبة عايزك اه تلعب معاها، ترش لها زي ما انا بهرش كده. بص. اه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في الحلقة التانية مع ميدو إيهاب. وزي ما انتم شايفين كده الشقاوة كلها بقى. الفرد الهولندي او العلس المدلعة. بصوا، دي البنوتة، تمام، وده الولد. بسم الله ما شاء ده انا الله. انتجت منهم قبل كده. اه. ده يعتبر ايه، عرسة، بس عرسة كبيرة شوية. تمام، شايف؟ أنهي فيهم الأهدى بقى؟ الولد. الولد الأهدى. اه. مع إن حتى عضهم لعب، يعني هو اه مش لا، ما هو بيعض. فيش عض، بس أنا اي. بتكلم على إن البنوتة فيها فيها يعني مش عارف عاوزة تعمل بص، حاجة. بتعض لعبة عايزك اه تلعب معاها، ترش لها زي ما انا بهرش كده. بص. اه. بسم الله ما شاء هو الله. كائن لذيذ. زمان كانوا بيربوه في القصور وكده، كان يعني رمز للغنى ورمز للفلوس الكتير وكده، مم. في عند الأجانب يعني. وبيستخدموه كمان في الصيد، ان هو مم. بيصطادوا بيه أرانب، بيصطادوا بيه بينزلوا لك حار. اه وهو صياد اصلا اه بارع، هو أداة اه. قتل قوية جدا. ايوه هو تمام. مفترس درجة أولى. مم. بيحب الافتراس وبيحب ياكل لحوم. هنا استخدموه في مصر، ودلوقتي بيستخدم كحيوان أليف في البيت زي القطط. تمام. زي مثلا عندك كلب صغير في البيت، بس حيوان بقى مختلف، مؤدب جدا، بيعمل حمام في الحمام او ساعات في الليتر بوكس. يعني مع التدريب زيه زي قطة في ايوه، البيت ولا حاجة؟ يعني بتبدا لهم يجولك. يعني انا انتجت منهم قبل كده. مم. وكمان بيبقوا على فكره سعرهم غالي كمان كبزنس. اه اه. يعني انا كنت جايبهم تقريبا الواحد ب 500 دولار، مم. يعني تقريبا 25000 مصري. ايوه. بس طبعا مع الانتاج احنا بنقلل السعر هنا في مصر. طبعا ما في اه، اي حاجة بتنتج هنا بتبقى الدنيا تريح بالظبط. فيها لكن شوية. هو بصراحه كائن جميل جدا. بص قاعدين يلعبوا ازاي. هو مش باينين معانا بس. مش باينين بس بس هم ايه. الحركات اي. تعال. طبعا هم دي طفره اسمها البينو. دي هي الالبينو في كل الكائنات الحية ابيض وعينيه وعينه حمر. حمر. بسم الله ما شاء الله. بص، الاكل بقى بتاعهم بتديله كام بياكل يوم؟ لحوم، انا باكل فراخ، باكل سمان. مم. عموما اللحوم، ولهم دراي مخصص كمان. بص بص. في الشقاوة والدلع. حاجه بس لذيذه جدا بصراحه، انا بسم الله ما شاء بحبهم. الله. بس بقى في مشكله. مم. الولد ريحته مش حلوه وقت التزاوج. اه. يعني لما بيبقى عايز يتجوز ما بيبقاش ريحته لطيفه قوي. البنت عادي. مم. بيولدهم ممكن بعمل لهم بياضه. اه انا بحطهم في قفص طول الوقت. بطلعهم ايه لما احنا نكون بنلعب معاهم زي دلوقتي كده. تمام. لكن هو بصراحه كائن تحفه، وانا حبيته وكائن مميز. بس وانا بس الفكرة برضك الأكل كله لحوم. متنضف، لا من لحوم قطع ولا إيه بالظبط؟ اه، انا باكل قطع، بس هو لو شاف حاجه صاحيه هيقتله. برضك يعني. هو كائن مفترس. اه. هو العرس عموما او فصيله النمس او ابن عرس عموما مم. فصيله شرسه شويه. مم. بس يا رد. يعني بعد التدريب برضك ما تضمنوش. لا، هو مع البني ادمين طيب. ماشي، لا أنا بتكلم لكن كحيوان ممكن ولا مثلا طائر. يتعرف على قطه لو متربي معاه من صغرها، مم. على كلب من صغره. مم. لكن مثلا عصافير في البيت، بغبغانات، كلام من ده. تقلق ده، طبعا. لازم تبقى مركز فيه. بالظبط، بس هو كائن لذيذ يعني. لا ما دي احنا اسمها شايفة. لوزة اللي جنبك، دي البنوتة. مم. والولد اسمه بندق. بس واضح ان البار عند النتاية أعلى ولا إيه؟ الاتنين شقاوة. بص، بس أنا شقاوة طول الوقت. اه شايفها هي عاوزة تفرض سيطرة بأي طريقة. وبتفرض سيطرة عليه، بتضربه وهي ست، ومسيطرة في كمان كل حتة يا يعني باشا. كده بسم طبعا. الله ما شاء الله. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهارده. الله المستعان. انتظرونا ان شاء الله في الحلقة الجاية. باي باي.